واش حكايه راجلك اللي يبقى ساعه في الطواليت كي يجي داخل تليفونه مشارجي يبقيك على خير انت والدراري 5 دقائق برك ونخرج. على بالي يا دكتور سيغمون راهو يخون فيا. صدقوني فئه قليله بزاف اللي تخون، وانت اخي العزيز نهار تعول تخون عرف بلي المراه عندها حاسه سادسه تقدر ديتيكتي واش راك دير. الرجل بطبيعته يلزم له وقت خاص به يبعد على الضوضاء اللي هو عايش فيها في حياته، نوع من العزله المنظمه. شغل الوقت سبيسيال ليه واحد ما يقول له جيب، واحد ما يقول له خصني، واحد ما يقول له دير شوف اشري لي. اي بان وي ماشي كل واحد يطول في الطواليت معناتها عنده مشكل في الكولون، كاين اللي عنده مشكل وجودي existential crisis. والحاجه اللي صعبت الحاله كامل هي التليفون. فيديو يجيب فيديو يلقى روحه في ساعه. العزله تفاهمنا عليها، بصح القعد زايد والضغط المستمر على الشرايين راح يزيدوا من احتماليه الاصابه بالبواسر. زيد لكم كو عضلات الحوض لما الانسان يكون قاعد في بوزيسيون خاصه في لي تواليت اونغليز راح يفشلوا، والعضلات هادو مهمه باش تشد الاعضاء اللي راهم الفوق، ومهمه ثانيك للاعضاء التناسليه، يعني الضعف تاعهم يؤدي الى ضعف الاداء. الوضعيه اللي يكون قاعد فيها الانسان لمده طويله الدم راح يستاغني لتحت وما يقدرش يعاود يرجع. الحاجه اللي راح تصعب المشكل هذا لما الانسان يقعد شاد التليفون تاعو، الرقبه تاعو دائما للامام، الظهر تاعو دائما مقوس، واش راح يصرى؟ مشاكل في الفقرات ومشاكل في العظام والمفاصل. بلا ما نساو الضغط اللي راه يصرى على الاعصاب اللي راهي تجوز في المنطقه. يقول لك بلي فوالا رجلي راهي تنمل. والاخطر من هادو كامل هو ادمان التليفون. واش لازم دير هنايا؟ عود روحك ما تطولش فوق 10 دقائق، كي تجي داخل ما تدخلش معك تليفون، والعزله تاعك حاول تخصصها في بلاصه واحده اخرى.